بيراميدز نزل بيان ان هو مش عايز تحكيم اجنبي، عايز يلعب بتحكيم مصري. ماتش الاهلي اللي جاي اللي هو يوم السبت المفروض يعني. طيب، هو مش الاهلي كان بيكسب بالحكام؟ مش طول عمره الاهلي بيكسب بالحكام المصريين؟ هو ليه دلوقتي الاهلي مش بيكسب بالحكام وكل الانديه عايزه حكام مصريين؟ طب ما تقنعني بقى، اقنعني. سيبك بقى من جو الدوري ده وخلينا نتكلم شويه كلام ايه عاقلين. طول عمره انتوا بتقولوا ان الاهلي بيكسب بالتحكيم. حلو. السنه اللي فاتت الزمالك اعترض عن التحكيم الاجنبي وقال لك لا انا بحب الحكام المصريين. السنه دي بيراميدز نفس الكلام، مطلع بيان الصبح قال لك لا احنا مش عايزين حكام اجانب وعايزين حكام مصريين واحنا بندعم الحكام المصريين. ولو الاهلي لعب بتحكيم اجنبي اعتبر بيراميدز هتتسحب يوم السبت من الماتش. وهاني سعيد مطلع بيان وقايل كده بالنص، قال لك لو احنا بندعم الحكام المصريين ولو الماتش اتلعب بحكام اجانب احنا هننسحب من المباراه. تمام. يجي لك بالليل ايه بقى؟ اتحاد الكوره يرد على البيان رسميا: خفيري الحكم الاسباني حكما للقاء ماتش الاهلي وبيراميدز. وريني بقى لو انت راجل هتنسحب ازاي. خد بالك، انت لو اتسحبت مش هتتخصم منك 3 نقط بس، خلي بالك يعني. هتخصم منك 3 نقط بتوع الماتش و3 نقط في نهايه الدوري، يعني انت هتخصم منك 6 نقط. تمام. عشان انت متبلغ قبليها ومتبلغ انك هتلعب الماتش بحكام اجانب، مش قبلها مش قبلها بساعتين زي ماتش الاهلي. خد بالك بس كده، ماتش الاهلي اتخصم 3 نقط من الاهلي لان كان قبليها بساعتين، انت الاهلي عرف اللي قبلها بساعتين اللي هو تحكيم مصري. ماشي. غير كده كان جاي خطاب رسمي من اتحاد من رابطه الانديه ان الماتش هيتلعب بتحكيم اجنبي. ماشي. لكن انا دلوقتي انا مستغرب بصراحه، انا مستغربكم. انت فيها ايه لما تلعب بتحكيم اجنبي؟ إيه، مش الاهلي بيكسب بالتحكيم والاهلي بيكسب بالحكام؟ العب بتحكيم اجنبي. عايز العب بتحكيم مصري عشان بدعم التحكيم المصري وتعمل لي فيها وطني؟ وفي إيه يا جدعان؟ وفي ايه يعني؟ انت دلوقتي بتاع الاهلي بيكسب بالتحكيم، طب العب بتحكيم اجنبي. لا انا مش عايز تحكيم اجنبي، انا عايز تحكيم مصري. الزمالك العب بتحكيم اجنبي، لا انا عايز تحكيم مصري. احلو دلوقتي التحكيم المصري. انا مش فاهمكم بصراحه يعني. لو انت راجل بقى، لو انت راجل انسحب وما تلعبش الماتش.